مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات عبير الورد. اليوم رح نعمل شوربة كتير طيبة سهلة وبسيطة ومفيدة وسريعة التحضير. رح نعمل شوربة الخضار بالشعرية. وقبل ما نبدأ بالمكونات، إذا كنتوا أول مرة بتشاهدوا قناتي بتمنى منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك. ويلا لنشوف مكونات وصفتنا، خليكن معي وتابعوني. لتحضير الشوربة بيلزمنا شوية خضار مشكلة مثل حبة كوسة، بطاطا، فلفل ملونة، جزرة، كرافت أو بصلة، بروكلي، برازيلا، شعرية، فاصوليا خضراء. الخضار المتواجدة فيكن تضيفوها. أنا بحب استخدم الفلفل الملونة نص حبة من كل نوع لأنه بيعطي شكل ولون حلو للشوربة. هلا رح استخدم من كل لون نص حبة. أخدت نص حبة فلفلة خضراء ونص حبة فلفلة اللي جاي لونها على أورانج، ونص حبة فلفلة صفراء، ونص حبة فلفلة حمراء. رح أقطعهم لمكعبات صغيرة بعد ما أشيل البذور من الفلفلة الملونة بتعطي شكل حلو كتير للشوربة. بنقطعهم بهاي الطريقة حبايب قلبي. تقطيعي للخضر رح يكون كله مكعبات صغيرة. قطعت نص حبة فلفلة من كل لون من الفلفلة الحمراء، الخضراء، الصفراء. وهلأ بقشر حبة جزر وبقطعها، وحبة كوسة وبقطعها كمان، وحبة كرافست بقطعهم لمكعبات صغيرة أو بصلة متوسطة، حبة بطاطا بقشرها وبقطعها، حبة بندورة صغيرة كمان بنقطعها لمكعبات صغيرة. وهلأ بجيب بروكلي وبفرفتها لهيك حجم صغير بهذا الحجم حبايبي. كل الخضار بقطعهم لقطع صغيرة. وهلأ بدي بلش بتحضير الشوربة بعد ما خلصت تقطيع الخضار. طنجرة على النار بضيف 3 معالق زيت نباتي أو زيت زيتون، وعلى الزيت الساخن بضيف الكراست وبقلبه بالزيت. وفيكن تستبدلوه بحبة بصل صغيرة مقطعة بنقلبها لتدبل البصلة، وبعدها بضيف الخضار المقطعة. بشوح الخضار بالزيت لمدة دقيقتين 3. ضفتهم كلهم مع بعض لأني مقطعتهم قطع صغيرة، كل الخضار مقطعتها بنفس الحجم. هلأ ضفت بازيلا نصف كوب وبقلبه كمان مع الخضار. البازيلا مفرزة. ضفت معلقة ونص من الماجي، توابل مرق الدجاج، فيكم تضيفوا ماجي أو كنور. فلفل أسود بيطلع تقريبا نص معلقة صغيرة، رشة زنجبيل، ولترين من المي السخنة. وفيكم تضيفوا مرقة دجاج أو مرقة لحمة لتعززوا النكهة حسب المتواجد عندكم. بغطي الطنجرة بخليها تغلي لمدة 10 دقايق وتتسبك. بعد رح أضيف البروكلي، برجع بغطيها وبتركها 10 دقايق تتسبك مع الخضار. بشيل الغطا، بستفقد الخضار، بشوفها إذا استوت ولا لا. قرب تستوي. هلأ بضيف نص معلقة ملح أو حسب الرغبة. رح أضيف نصف كوب من الشعرية. فيكن تحمصوا الشعرية بشوية زيت وتضيفوها على الشوربة، وفيكن تحطوها مثل ما هي. حرك الشعرية وقت بضيفها للشوربة عشان ما تلزق ببعض. وهلأ بضيف معلقة طحين لنصف كوب من الماء. بحرك الطحين مع المي الباردة ليدوب الطحين تماما، وبضيفه فوق الشوربة لحتى أحصل على القوام المطلوب. عندي كم عرق بقدونس مغسول بفرمه لناعم. هلأ رح أضيف الطحين، المي والطحين للشوربة لحتى تعطيني هذا القوام. شايفين بتعطي هيك تقل شوي للشوربة، بتحسوا المكونات كلها تجانست مع بعضها. هذا القوام المطلوب. إضافة الطحين بيعطيني هذا القوام. استوت الشوربة عندي، تركت الشوربة تقلب مع الطحين قلبتين 3. طفيت عليها النار وبعدها ضفت البقدونس لما طفيت على الشوربة. وهلأ الشوربة صارت جاهزة للتقديم. رح أسكبها بطبق التقديم. وهلأ استمتعوا بالطعم الشهي واللذيذ لشوربة الخضار بالشعرية، وصحتين وعافية. إذا حبيت الوصفة حبايب قلبي لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. وشكرا للمشاهدة وللمتابعة، وباي باي بحلقة جديدة ووصفة جديدة. بأمان الله.